الجزء اللي فات من الشابتر اتكلمنا عن الانواع بتاعه العقود، وفهمنا طبعا تكنولوجيا البي اي ام. هنكمل مع بعض بقى باقي الشابتر اللي بيبدا يتكلم عن كيس ستادي حصلت بالفعل، وقد ايه ان سيستم البي اي ام وفر كتير جدا في المشاريع بتاعتنا. ان هم عملوا دراسات على حجم مشاريع ضخم وانواع كتير من المشاريع، وشافوا قد ايه ان البي اي ام بيطور الموضوع. لو رحنا للكتاب هنلاقي ان احنا عندنا اولا الريكيورمنت از بيست وين بيم از يوزد. تقدر بقى تخش تقرا الكيسز بتاعتك، وتقدر تخش تشوف الاستادي اللي تمت على المشاريع. وفي الاول وفي الاخر هي مجرد استادي عشان توريك قد ايه ان البي اي ام كان فارق جدا في المشاريع لما بدانا نطبق نظام البي اي ام بالكامل في المشاريع بتاعتنا. هننزل بقى تحت هنلاقي ان احنا عندنا البيم نيو تولز اند نيو بروسيس. انا في الحقيقه الصراحه بقول على النقطه دي ممكن ما نقولش نيو بروسيس، ممكن نقول هي ديفلوب للبروسيس بتاعتنا او تطوير للبروسيس بتاعتنا. فالفكره واخر نقطه يمكن في الشابتر هو بيتكلم على البيم نيو تولز بيم نيو بروسيس، واحنا في الحقيقه بنقول هي ديفلوب للبروسيس بتاعتنا، لان فعليا لما تيجي تشتغل في نظام البي اي ام هتلاقي كل اللي احنا كنا بنعمله وكل السيستمز اللي احنا كنا بنعملها، لكن الفكره كلها بقى في فكر جديد وفي تطوير جديد وفي دوكيمنت بتحكم كل حاجه وفي تفصيله بتحكم كل حاجه. فهنا احنا بنقول ان هو عمل ديفلوب ضخم جدا للبروسيس بتاعته. ده يمكن رايي انا الشخصي، ولكن في الحقيقه هو هنا بيتكلم على البيم نيو تولز ونيو بروسيس، وبيعرف الموضوع ان هو بروسيس، وهو بالفعل هو بروسيس ما بين كل الاقسام وما بين كل السيستمز بتاعتنا وما بين كل المعاملات اللي بتتم ما بين كل المهندسين، من اول الكلاينت لحد يمكن التنفيذ، لحد يمكن المهندسين كمان من جوه، والتعاملات المشتركه اللي بتتم ما بينهم. فدي يمكن كده الكونكلوجن عن شابتر 1. ويمكن شابتر 1 كان بسيط جدا. تعالوا نبدا نخش في شابتر 2 ونشوف التفاصيل بتاعتنا بالكامل هتكون عباره عن ايه. تكمله بقى لشابتر 1 ان هو هيبدا يتكلم على البيم موديل كرييشن تولز، ومدي تعريف عن البيم موديل كرييشن تولز. هو طبعا هيتكلم عن الكلام دوت باستفاضه وايه الفكر بتاعه، ولكن الفكره كلها ان انت ايه هي البيم موديل كرييشن تولز، وازاي احنا تحولنا من ال 2 دي لل 3 دي، وازاي ان الموديل او ازاي البرامج اللي احنا بنشتغلها وبنقول ان دي برامج بي اي ام تبقى فاهم هو ليه ده بنقول عليه برنامج بي اي ام. هيبدا يعرفك عن التفاصيل دي كلها. بعد كده هيخش على الديفاينيشن اوف بارامتريك اوبجكت، وان المهم جدا ان التولز اللي بتشتغل في نظام البي اي ام تبقى دخل عليها بارامتريك، بتبني قاعده بيانات على الموديل الاساسي. لان الفرق ما بين يمكن الكاد وما بين البيم ان انا في الكاد ما بقدرش ادخل معلومات للاليمنت، لان انا ما برسمش اليمنت، انا برسم لاين، وبالتالي ما فيش معلومات لللاين. بعكس لو انا برسم باب، لا الباب ليه معلومات كتير جدا، فابدا ان انا ادخلها. فمهم جدا ان انا افرق ما بين برامج الكاد وبرامج البيم عن طريق ان انا برسم هنا من 2 دي برسم 3 دي في نفس الوقت كموديل كرييشن، وكمان ان انا بحط بارامتريك على او معلومات كتير جدا على الاليمنت ده، فبتسمى ان دي بارامتر او بارامتريك اليمنت. طبعا كل الكلام دوت هنروح له تاني في شابتر 2، ولكن هنا هيتشرح طبعا باستفاضه. هنا بقى بيقول لك السبورت فور بروجكت تيم كالبريشن، ده هتلاقيه مشروح كمان في شابتر 3، يعني بيدي تعريفات عن اساسيات البيم بروسيس هي عباره عن ايه. ان لازم كمان تبقى بتقدر تعمل كالبريشن ما بين التيم بتاعك، لازم تبقى الموديل بتاعك يكون كرييشن 2 دي و 3 دي في نفس اللحظه، لازم يكون، انا براجع كده الجزء الاولاني، لازم يكون هو بارامتريك، لازم تحط بارامتر على العناصر بتاعتك عشان نقدر نقول ان دوت جوه البيم بروسيس، او دوت جوه ان انت بتعمل بيلدينج انفورميشن موديلنج بتحط انفورميشن، وكمان يكون بيحاكي البيلدينج. ده غير ان انت بتقدر تعمل كالبريشن ما بين التيم بتاعك، بتقدر تبعت لهم العناصر دي وبتقدر تشوف التفاصيل دي. فيمكن دي يمكن نقطة مهمة جدا. كمان الشابتر بيتكلم معانا على واتس نوت بيم تكنولوجي، ايه هو اللي ما يندرجش تحت البي اي ام. وهتلاقي ان هنا الموضوع ملخص جدا، وان اي اليمنت هو مجرد
لو كان هو مجرد 2 دي ل 3 دي زي مثلا 3 دي ماكس، فهو بالفعل انت ما طبقتش الرولز الاساسيه، وان انت تحط البارامتر على الاليمنت بتاعك، فبالتالي هتلاقي ان دوت مش جوه البيم تكنولوجي. لو انت ماشي بعدم نظاميه وعندك المودلز بتاعتك او عندك الاليمنت كلها هي عباره عن 2 دي كومبوننت، او ان انت بتشتغل على برامج البي اي ام بفكر ال 2 دي، فهتلاقي ان ده برضو بيسبب مشاكل كتير جدا. بعد كده بنروح للجزء الثاني وهو البنفيتس اوف فيم وال what problems does it address. طيب هنا احنا عايزين، او الكتاب هنا عايز يبدا يكلمك على ايه البنفيتس اللي انت هتقدر تاخدها من البيم، من ناحيه ان انت تكون مصمم او تكون اونر او تكون مقاول او تكون ديزاينر او ايا كان البوزيشن بتاعك. هيبدا الكتاب يكلمك عنها ويفهمك التفاصيل بتاعتها. بعد كده بيقول لك ان انا في شابتر 4 وشابتر 5 هبدا اتكلم على البري كونستراكشن بنفيتس تو اونر، وقد ايه الاونر قبل ما ينزل ينفذ لو استخدم البي اي ام هيستفاد كتير جدا. زي ان هو طبعا هيحل مشاكل كتير في الديزاين، زي ان هو هيقدر يعمل حصر تقريبي للمشروع، زي ان هو هيكون متخيل المشروع بتاعه بكل التفاصيل بتاعته، زي ما هيقدر يشوف الكوردينيشن ديزاين بيتم بالفعل وبيتلاشى مشاكل كتير جدا مع المقاول، زي ان هو كمان هيوفر في وقت المشروع بتاعه، فيعود عليه بالاستثمار اللي هو عامله بشكل قوي وسريع، ويقدر يسترد الفلوس بتاعته اللي صرفها في بداية المشروع بشكل قوي، لان هو عامل كنترول قوي جدا للمشروع. فتلاقي ان هو الشابتر هنا شابتر 4 و5 بيتكلم على البنفيتس اوف اونر في البري كونستراكشن. وانا بقول لك ليه الشابترز دي، عشان لو انت اي حد من دول مش لازم تقرا الكتاب كله، انا عرفتك بالفعل دوت وتقدر انت تخش منه تعرف الحاجات بشكل سريع. بعد كده بقى بيبتدي يتكلم على، هنا يمكن مقسم الموضوع، هنا البرفورمانس اند كواليتي، هنا الكاليبريشن ويز انتجريشن بروجكت ديليفري، وبعد كده بيقول لك في الشابتر 5 احنا كمان هنتكلم على الديزاين بنفيت، وهنتكلم على الاكيورسي فيجواليزيشن اوف ديزاين، كمان هيتكلم على اللو ليفل كونستراكشن وين تشينج في الديزاين بتاعنا. فدي يمكن نقط قويه جدا الكتاب بيتكلم فيها. هنلاقي في شابتر 1 ان هو بيديك بقى بريف عن كل حاجه عندك، وبيقول لك هي في انهي شابتر. لو انت عايز تستفيد روح للنقطه دي، لو انت عايز تكون ملم بكل الكتاب او بشهور الموضوع من بره بكل التفاصيل بتاعتها عشان تقدر تتكلم عن اي حاجه في البي اي ام، كلمتين يعني من كل حاجه بتتم في خلال المشروع، فتلاقيه هو بيبتدي يقول لك مثلا كونستراكشن اند فابريكيشن بنفيتس، فهتلاقيها في شابتر 6 و7، وبيبتدي يديك بريف عنها وبيبتدي يفهمك التفاصيل بتاعتها. هتنزل هتلاقي ان هو مديك عنوان لكل حاجه، وبيبدا يشرح لك الحاجه دي عباره عن ايه. والكلام ده احنا طبعا شرحناه جوه الكورس بتاع البيم فاندمنتال، وادينا بريف بالتفصيل عن كل مرحله من المراحل ومين المسؤول عن كل مرحله وازاي نقدر نستفاد من الحاجه دي. يمكن هو هنا بيقول لك مثلا البوست كونستراكشن بنفيتس هتلاقيها في شابتر 5، والهاند اوفر بتاع الفاسيلتي انفورميشن المفروض يتم ازاي، فتقدر تخش لو انت مهتم بالنقطه دي على الشابتر وتعرف كل التفاصيل بتاعه الحاجه. الكتاب مقسم الموضوع بشكل بروفيشنال قوي، قايل لك كل حاجه انت المفروض محتاجها تعمل فيها ايه، فكل ايشيو انت فيها هتفتح شابتر 1 تروح تاخد بريف تعريف سريع كده عن كل مرحله هي فيها ايه، وتنزل بعد كده للمكان بتاع الشابتر وتعرف عنها كل التفاصيل. فهنبدا في شابتر 2 ان احنا نتعرف على الديزاين تولز اند بارامتريك موديل اللي احنا اتكلمنا عنها في الشابتر اللي فوق.